السلام عليكم، ازيكم؟ بكره التصنيفات جدا، ولكن للاسف هذا الفيديو موجه لفئه من الناس مش الاغلبيه. هي الفئه اللي معاها شويه فلوس، الفئه اللي تمثلنا احنا اجتماعيا فما اعلى، اللي هو معاه ايفون، اللي بيطلع يقعد اسبوعين في الساحل براحته وكده. ليه بوجه لك انت الرساله دي بالذات؟ عشان اقول لك جرب، لان انا لما جربت في حاجات غريبه كنت بتريق عليها وكنت فاكرها كلام امهات. اولا انا هتكلم شويه في الدين، فاي حد مخه بيهنج لما تيجي سيره الدين خدني على سذاجتي، انا واحد بيحاول فالتمس فيا حسن النيه قبل ما تخش تهجم عليا في الكومنتات وتشتمني. كان دايما لما حد يقول لك انت انا رحت المدينه وحاسس باحساس غير، كنت دايما اقول ده كلام امهات يا عم، ده احنا ناس حقيقيه. كنت دايما بفتكر كده. وبعدين انا شاب عادي خالص، انا بحاول احافظ على صلاتي، يعني انا معضله حياتي ان انا احاول احافظ على صلاتي. فالمضحك في الموضوع انه وانا جاي راكب القطر للمدينه ظهر لي ميموري على الفيسبوك بتقول ان انا من سنه زي النهارده كنت في الساحل الشمالي مستني حفله عمرو دياب. مش بقول إن ده يعني ماليش دعوه، يعني ممكن اعمله بعد ما ارجع، ملوش علاقه، بس الضحك انه سبحان مغير الاحوال، يعني ان انا كنت هنا وبقيت هنا، ونفس المبلغ اللي صرفته في الساحل في الثلاث اسابيع هو اللي جابني نفس المبلغ باقل من ثمن الايفون اللي في ايدك اللي انت بتتفرج عليه، لان انا بوجه الفيديو ده للفئه اللي ماسكه الايفون، للفئه دي. يجيبك هنا. طب ايه ليه تيجي هنا بقى؟ عشان في حاجات غريبه بتحصل هنا انا مش فاهمها، انا مش فاهم ايه اللي بيجرى لي. يعني انا كنت واقف بصلي الظهر من شويه، الحمد لله انا لسه واصل المسجد النبوي، خليني اوريك. انا لسه واصل وصليت الظهر، يعني لما لقيت الظهر بيدن صليته. فوانا واقف بصلي الظهر الحمد لله، كمان ربنا رزقني باوتيل على الحرم. فوانا بصلي الظهر انا قاعد بقول هو انت بقى عندك دم يا وليد؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اولا الصلاه هنا ب1000 صلاه، والصلاه في الكعبه ب100,000 صلاه. ثانيا انت وانت جاي لو نيتك خالصه بتحصل لك حاجات انت مش فاهم ايه. يعني مثلا انا وانا في الكعبه نازل اصلي الفجر وفاقد الامل ان انا ادخل صحن الكعبه اصلا، الاقي ان انا بتزق جوه والشرطي بيقول لي لا هنا الرجال خش، هوب هوب هوب، لقيتني في الصف الخامس من الكعبه. اول ما الراجل قال الله اكبر انا حسيت بحاجات انا عندي 34 سنه عمري ما حسيتها. يعني بص، مهما اقول لك عمري ما حسيتها. نفس الكلام دخلت المسجد النبوي، فوانا داخل بقى وبصور وبتاع لقيت يافطه بيقول لك السلام على رسول الله من هنا. فانا واقف والنبي هنا، ده النبي، وبعدين النبي عارف مين جاي له. النبي مش ميت زي لا الانبياء بتبقى في حته تانية، فده النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما كنتش اعرف ان انا بحبه كده، ما كنتش اعرف ان انا متعلق كده. طول عمري عندي المشكله دي، انا وانا في الطياره عمال اتفرج على مصطفى حسني وعمرو خالد وعمر عبد الكافي، عايز اخش في المود اللي هو خلي عندك دم، مش هينفع. ما عرفتش اخش في المود، وجاي هنا يائس قلت هصلي بقى، عملت اللي عليا. اول ما دخلت لا في حاجه، المدينه كل الناس مبتسمه. يعني انا كان بابا يقول لي المدينه دول اللي استقبلوا النبي عليه الصلاه والسلام لما جه ومش عارف ايه، فهم هتلاقيهم روحهم حلوه. الناس مبتسمه بشكل مش الناس فريندلي، المكان مريح جدا. انا مش عايز امشي. كنت دايما اقول يا عم ده كلام امهات يا عم، ومش لا انا جيت هنا في حاجه. بص على خلقتي دلوقتي وبص على خلقتي في اي فيديو فات، انا حاسس بروقان ما حسيتوش في حياتي كلها. طب المبلغ اللي صرفته عشان يجيبني هو المبلغ اللي بنصرفه في اسبوعين في الساحل، هو. فبدل ما انت قاعدين مثلا في 5 ايه بنظبط سفريه للبنان، بنظبط سفريه لسريلانكا، طلعت سخنه، طلعت شرم، طلعت جونه، نفس المبلغ هيجيبك هنا. تعالى جرب مره، انا مش عايز اقولك ان انا بعد ما ارجع هبقى ايه، يمكن ما بقاش حاجه، بس جرب مره كمان بقى. وانا حاجز يعني في ابلكيشن اسمه نوسو كده بتحجز بيه. بص انا هحط لك الصوره، ده ميعاد الروضه الشريفه، ده ميعاد للروضه الشريفه بكره ان شاء الله، ده ميعادي. فكنت بفكر طب ما تنزلش الفيديو ده دلوقتي ونزله لما تروح الروضه عشان تتكلم. لقيت ان انا حتى مش عايز اشاركك الموضوع ده، مش عايز شيرز ولا لايكات، انا بس بقول لك ان المسج اللي جات لي. ليه بعمل الفيديو ده؟ عشان سبحان الله وانا واقف بصلي الظهر عمال افكر انا عايز اعمل فيديو اقول للناس اللي زيي اللي في سني اللي معاها اللي يجيبها هنا تعالى، واللي معاهوش ادعي ربنا يبقى معاك ان انت تيجي، لو دي دعوتك بنيه كده هتيجي. كنت دايما اقعد اتريق على اللي يقول لك ربنا عازمك عنده، او يا عم ده كلام امهات. لا هو فعلا انا ما كنتش ناوي اجي مكه، ما كنتش ناوي. انا كنت قاعد مع اصحابي على القهوه فبيظبطوا بالكده بالبق، فقلت لهم انا ونسيت الموضوع. لقيتهم حجزوا لي ويلا وهوبا وجينا، والقطر والمدينه وكل حاجه بتتسهل بشكل مش طبيعي، انا مش عامل حسابي عليها، وكل حاجه حلوه قوي واحاسيس مش طبيعيه انا ما كنتش حاسسها قبل كده. نسيت كل حاجه، انا جوه بجد مش مركز غير ايه ده، هو الصلاه ب1000، طب ما اصلي 10 يبقى 10,000، وهناك هو الصلاه ب100,000، طب مش عايز امشي. انا بني ادم معروف اللي متابعني ان انا خلقي ضيق جدا. انا قعدت عند الكعبه الحمد لله رب العالمين، قعدت فتره طويله ما كنتش عايز امشي، ما كنتش عايز امشي خالص. فاللي عايز اقوله لك جرب، مش هيجرى حاجه لما تقوم تجرب بس مره، هتلاقي الدنيا اختلفت معاك يبقى تعالى تاني، ما لقيتهاش اختلفت ما تجيش. بس انا عامله ايه، زي ما احنا كده بنقعد مع بعض نقول يلا نطلع سخنه، يلا نطلع شرم، يلا نطلع مش عارف جونه، والله نفس المبلغ هيجيبك هنا، هيجيبك يا عم يومين. تعالى جرب، الموضوع يستحق. فجاه بيبقى عندك دم، فجاه بتحس بحاجات انت مش فاهم ايه اللي بيحصل.
انا على فكره مش عايز لايكس ولا شيرز ولا اي حاجه، انا بكلمك كلمتين مني ليك، لان انا بقالي كتير قوي بعمل فيديوهات على النت، وحاسس ان الموضوع ده، حتى انا مش كاتب سكريبت، انا عمال اهري والت واعجن بس. عايزك تفهم اللي انا عايز اقوله لك. اللي انا قدامه ده النبي على بعد خطوات مني. انا ما كنتش اعرف ان انا بحبه كده لحد اما جيت وعمال اقول ايه ده، يعني الموضوع كبير، كان في ناس عظيمه قوي هنا. وبعدين قعدت افكر في حاجه تانية، العيال اللي بتطلع في البودكاست تتكلم على احنا عملنا بروجكت وبتاع، انا وانا داخل المسجد شفت واحد قاعد بيحفظ واحد اندونيسي، واحد ياباني معدي. فكرت في النبي بقى كراجل ناجح. احنا بعد 1400 سنه من ان انت نشرت الدعوه، طبعا بعد فضل ربنا وكل حاجه، انت في اتنين من قارتين غير بعض قاعدين بيحفظوا القرآن عشان انت تعبت. قعدت ابص كده على مكان قبر النبي، اللي هو يعني بعد 1400 سنة ده انت اصلا هتكون محدش فاكر ان انت، لا انت ولا ذريتك كانت موجودة كبني ادم. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما خلفش ولد، انا جاي له من قارة مش عارف مين عشان ازور قبره. الموضوع فيه نجاح، الموضوع حلو. انا مش عارف اتكلم والله. وانا بص هحط لكم دلوقتي الستوريز بتاعت الانستجرام بتاعتي اول ما رحت، بقول فيها كلمتين، وبص على ملامح وشي فيها. انا اسف على الرغي واللت والعجن، انا مش عارف اتكلم قوي، بس انا كده وصلت الرساله. طب السؤال بقى اللي بطرحه، هل انا دلوقتي محتاج اقول حاجه؟ يعني المسجد اللي قدامي ده النبي عليه الصلاه والسلام مدفون جوه، هل انا محتاج اتكلم، محتاج اوضح مثلا اي حاجه؟ يعني كنت دايما اسمع الناس يقول لك ايه، بمجرد ما بتنزل المدينه المنوره بتحس براحه نفسيه فظيعه وكده. كنت دايما اضحك اقول ده كلام امهات بقى ومش عارف ايه. انا يا جماعه انتوا مش متخيلين، يعني انت مش متخيل رهبه ان انت داخل في حته النبي عليه الصلاه والسلام مدفون فيها. يعني مش ممكن والله. ربنا يكتبها لكم وما يحرمش حد منها خالص، لان يعني انا وشي عامل كده من ساعه ما جيت والله العظيم. مش عارف مالي قلبه معايا صعبانيات كده ليه، بس هشارككم حاجه مهمه بالنسبه لي انا شخصيا، واي ثينك بالنسبه لاخواتي كمان. دي السبحه بتاعت تيتا الله يرحمها. تيتا دي اللي هي الكل في الكل، انا واخدها معايا من مصر لحد السعوديه عشان اللحظه اللي انا كوليد اول مره ادخل فيها المسجد النبوي، لان الست دي هي اللي حببتني في كل حاجه ليها علاقه بديننا. هي اللي حببتني في النبي عليه الصلاه والسلام، وهي اللي فانا واخدها معايا من مصر، حاططها في الشنطه، حاطط في مخي ان انا اول مره ادخل المسجد النبوي هيبقى معاها. ادعوا لها بقى.